هاي، ازيكم؟ انا مريان وهكون معاكم في ABC Parenting Tips. يلا بينا. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الفرق ما بين المدح والتشجيع، وقلنا الفرق ما بينهم انه المدح هو ان انا بوصف الطفل بصفات حلوة، بقول له انت حلو، انت جميل، انت محبوب. والتشجيع هو ان انا بمدحه في وقت معين لما بيعمل حاجة حلوة، بقول له انت شاطر، برافو عليك، بشجعه على الفعل او الانجاز اللي هو عمله. لكن اوقات كتيرة احنا بنغلط غلطات في المدح والتشجيع وبنبالغ في التشجيع قوي قوي. في المدح ممكن ان احنا بنكون بنبالغ قوي قوي في المدح، طول الوقت بنمدح، طول الوقت بنقول كلام حلو، طول الوقت حتى في الوقت اللي بيعملوا فيه غلطات. لازم نفصل، لازم الطفل يفهم انه في الوقت اللي بيعمل فيه حاجة غلط ده وقت احنا بنقف فيه، بنشرح ايه اللي حصل، بنحكي فيه المشكلة اللي حصلت وليه ده غلط. وما ينفعش يكون في الوقت ده في نوع من انواع التشجيع او في نوع من انواع المدح، بالعكس بنقول ان احنا عملنا حاجة غلط ولازم نصلحها دلوقتي. ولو حصل تصليح ليها ساعتها بنبتدي نشجع. كمان ما ينفعش اكون بمدح ابني واتجاهل تقويم سلوكه الغلط، يعني لما يعمل حاجة غلط ما ينفعش ان انا اغمي عيني علشان خاطر انا المفروض اكون بمدحه كتير. لا، لازم في الوقت اللي هو بيعمل فيه حاجة غلط لازم افهمه انه في سلوك غلط اتعمل لازم يتقوم، لانه دي حاجة غلط. لازم نخلي بالنا انه في الوقت اللي بيعمل فيه سلوك غلط لازم السلوك ده يتقوم والمدح لازم يقف. كمان بالنسبة للتشجيع، التشجيع لازم يكون بعد موقف أو حاجة إنجاز فعلا اتعمل، إنه الطفل أنجز حاجة كبيرة أو عمل حاجة بنفسه ولوحده زي ما قلنا في الفيديو اللي فات. ما ينفعش يكون التشجيع عمال على بطال. ما ينفعش أقول له أنت قوي وخلاص وهو معدي، ما ينفعش أقول له أنت شاطر وخلاص. لا، لما مثلا يحل مسألة ماث لوحده بشطارة وهو عارف اللي يجيبها ساعتها أقول له أنت شاطر. وكمان ما ينفعش التشجيع يكون على تصرف انا ممكن في مرة اشجعه عليه وفي مرة تانية مش هشجعه عليه. يعني مثلا ما ينفعش ان انا اشجعه انه حدف حاجة جامد قوي لبعيد واقول له برافو انت قوي وشاطر وجامد، والمرة الجاية لما يحتف حاجة ويحتفها مثلا على حاجة بتتكسر ازعق له واقول له ايه اللي انت عملته ده. هو كده بقى كونفيوز، بقى مش فاهم هو انا كده عملت حاجة كويسة زي المرة اللي فاتت لما ماما شجعتني، ولا انا كده عملت حاجة غلط. لازم لما اشجع ابقى بشجع على حاجة فعلا مفيدة وفعلا كويسة، مش حاجة في احتمالية ان انا المرة الجاية ما وافقش عليها واقوله انه كده غلط. يبقى في مبدأ واحد للتشجيع، ان انا ما ينفعش مثلا اشجع على انه بيحدف الحاجات. لا، احنا ما بنحدفش حاجة خالص، سواء بقوة سواء قريب سواء بعيد. حتى لو هو دي حاجة قوية هو بيعملها برضه ما ينفعش اشجع عليها، علشان بعد كده ما لاقيهوش بيكسر في حاجة بالحدف اللي هو بيعمله ده. كمان ما ينفعش نربط حبنا ليه بالانجازات اللي هو بيعملها. ما ينفعش مثلا اقول له انت علشان انت عملت كده انا بحبك، او علشان انت رتبت اوضتك فانت محبوب. لا، بنفصل ما بين حبنا للطفل وما بين انجازاته. هو محبوب على طول سواء رتب اوضته او مرتبهاش، هو على طول محبوب سواء آه، دخل الطبق في المطبخ او ما دخلهوش، هو على طول محبوب. احنا على طول بنحب ولادنا بصرف النظر عن انجازاتهم، بصرف النظر عن التشجيع، هو محبوب على طول. كمان ما ينفعش يكون التشجيع بيضغط على الطفل بان هو لازم يكون طول الوقت كويس وطول الوقت شاطر وطول الوقت قوي. بمعنى ما ينفعش مثلا لما يجي امبارح شال حاجة تقيلة شوية لوحده اقوله برافو انت قوي قوي، فيجي تاني يوم يحاول يشيلها ما يقدرش، فانا اقول له ايه ده انت مش قوي زي امبارح ليه. لا، هو لازم يفهم انه في اوقات انا ببقى قادر ان انا اعمل حاجة كبيرة وفي اوقات تانية ببقى مش قادر. مفيش مشكلة ان انا اكون في وقت قوي وفي وقت تاني ضعيف. لازم يفهم انه مش طول الوقت بنكون اقوياء، مش طول الوقت بنكون قادرين. حتى بابا وماما في اوقات بيكونوا ضعفة، في اوقات بيكونوا مش قادرين. فدي ما فيهاش مشكلة خالص. بشجعه على الموقف اللي هو عمله انه شايل حاجة تقيلة، بس في نفس الوقت ما بضغطش عليه انه لازم طول الوقت يكون قادر ولازم طول الوقت يكون بيعرف، لانه في اوقات هيبقى بيكون فيها مش قادر. ميرسي، واشوفكم الفيديو الجاي.